قصص القرآن الكريم. الجزء السابع، قصة لقمان، وقصة قوم سبأ، وقصة أصحاب القرية. هذه قصة أيضا من قصص القرآن التي فيها الحكم وفيها العبر. والقرآن كما ذكرنا مرارا وتكرارا لا ينبغي أن يقرأه الإنسان هكذا هذا كهذ الشعر أو نثرا كنثر الدقل، بل يقرأه بتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قصتنا اليوم مع عبد صالح. هذا العبد الصالح اسمه لقمان، كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان، بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان. وهذا الرجل كان رجلا فقيرا، كان عبدا حبشيا نجارا، كان قصيرا أفطس الأنف كما قال عنه جابر بن عبد الله. هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة، من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما، ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء، فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا. أما هذا الرجل فقد كان مملوكا، وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها. هذا الرجل اسمه لقمان، وسمي الآن لقمان الحكيم. سئل يوم من الأيام: كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله: قال: غضي بصري، وكفي لساني، وعفة طعمتي، وحفظي فرجي، وقولي بصدق، ووفائي بعهدي، وتكرمي ضيفي، وحفظي جاري، وترك ما لا يعنيني، ذاك الذي صيرني إلى ما ترى. قالوا كان نجارا، قالوا كان خياطا، قالوا كان راعيا، المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا، ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ها هو لقمان رحمه الله يعظ ابنه، يجلس معه يربيه. كم من الناس اليوم أعطاه الله علما ودينا وفقها لكن لا يربي أولاده. كم من الناس من أعطاه الله عز وجل حكمة لكن لا يغرسها في أولاده. التربية صارت هذه الأيام مفقودة، أن يجلس الأب مع ابنه أو مع أبنائه، يعلمهم، يؤدبهم، يذكرهم، ينصحهم، يعظهم. أين الوعظ في هذه الأيام للأولاد والبنين والبنات؟ أين الجلوس مع الأولاد وتربيتهم؟ قليل صار في هذا الزمن إلا ما ندر. ها هو لقمان رحمه الله يعظ ابنه وينصحه. انظروا ماذا يقول له: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم شيء ينصح الأب فيه ابنه قضية التوحيد، أن يوحد الأبناء ربهم جل وعلا، ألا تعبدوا إلا الله. هكذا وصى الأنبياء أبناءهم، وهكذا وصى الصالحون أبناءهم، وهكذا لقمان الحكيم أول شيء يحذر منه ابنه قضية الشرك، لأن الله عز وجل يغفر كل شيء إلا الشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك لو مات الإنسان وهو مشرك فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الشرك يأتي يوم القيامة، ربما يكون الإنسان قد عمل أعمالا صالحة كثيرة وأتى بالشرك الأكبر. تعرفون ماذا يصنع الله بأعماله؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا أول شيء يحذر لقمان ابنه منه قضية الشرك، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
أعظم ظلم على وجه الأرض الشرك بالله جل وعلا. وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه، كان يغرس فيه الحكم. يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير، فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها الإيمان بالله تعالى، وشراعها التوكل على الله، لعلك تنجو إن نجوت. يعني شوف الأسلوب في النصيحة الآن، يقول ترى الدنيا بحر، والبحر هذا أكثر الناس يغرقون، تبي تنجو؟ سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا، واملأ هذه السفينة بالإيمان، ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا. يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال: يا بني. نعم يا أبي. قال: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال: يا بني. وكان شوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة، الرجل أفطس الأنف، الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك، يجلس مع ابنه يقول: يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. شوف أنا الفقير اللي ولا شيء، شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمع الكلام مني، بل الملوك يستشيروني، لأن الله أعطاه حكمة عظيمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. شوف، ولهذا سمي لقمان الحكيم، عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا. أول شيء نصح ابنه كما ذكرت، نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك. طيب بعدين أخذ يذكره ببر الوالدين، بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بعد العامين يفطم الرضيع، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. صج أعظم ظلم في الأرض الشرك، لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيعهما، لكن بعدين لا تسبهم، لا تشتمهم، لا تغلظ عليهما، فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك. لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك، لكن عاملهما أحسن معاملة. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والابن يسأل أباه، والأب يعطيه من الحكم والمواعظ. من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم؟ من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها؟ يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة؟ من؟ الابن يسأل أباه يقول له: يا أبتي. نعم يا بني. يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس، كيف يعلمها الله؟ الله شلون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني؟ كيف يعلمها الله جل وعلا؟ فرد الأب على ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. شو تقول أنت يا بني؟ الله ما يشوفك؟ والله لو حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا، في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض، فإن الله عز وجل سيأتي بها.
تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب؟ هذا الطفل يسأل. كم من الأولاد اليوم ما يدرون، يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب، يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي، يغلق الباب ليفعل ما يفعل. ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان، في السر والعلن، في النور والظلام، في الخفية والعلن. الله مطلع على سرك ونجواك يا بني. من فينا يجلس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان؟ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفائك أنت أيها العاصي. لا، لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله، بل ويأتي بها. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي، خبير مطلع على كل شيء جل وعلا. ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين، وسأله ابنه في العقيدة، في الإيمان بالله، بدأ الآن بالعبادات. أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا، أعظم العبادات العملية. علموا أبنائكم الصلاة إذا بلغوا 7. شوف الأب اللي من يوم كمل ولده 7 سنوات قمرية بدأ معه، يعلمه، يوري الصلاة، يأخذ معها المسجد، يعلم الركوع السجود، يعلم الأذكار قبل ما يكمل 7 سنوات بحفظه، علشان أول ما يبدأ بال7 يصلي. يتعود الطفل وهو عمره 2 يقلد أمه، شافها تسجد سجد معاها، شافها تركع ركع معاها. تحببه الأم بالصلاة، يحببه الأب بالصلاة. فإذا كمل 10 سنوات 3 سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة. يا بني، شوف لقمان ماذا يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة. ما قال له صلي، أقم الصلاة، صلي صلاة كاملة، خشوع بخضوع، تعال مبكر، تجهز للصلاة، صلي صلاة كاملة. يعلم ولده الصغير الصلاة. بعد ما أدى ولده العبادات، وحد الله، استقام إيمانه، استقامت عبادته، انتقل معه إلى المرحلة الثالثة. مو بس أنت، علم غيرك، علم أصحابك، علم الناس. أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف، أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه. ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاة الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أين هم الآن؟ أين أبناؤهم؟ أين الأجيال التي بعدهم؟ أين من ربوا؟ أين تلاميذهم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس، أركان الخمس، قالوا السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم، يطلع ما يجلس في هذا المكان. يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر بالمعروف ناه عن المنكر لابد أن يبتلى، لابد أن يؤذى، لابد أن تأتيه المصائب والعقبات. متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له، ما يصير، لازم في أعداء. جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. أنت أحسن من النبي. النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته، نهى عن المنكر عادته الناس، طبيعة البشر. ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة، بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. شو يقول له؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ربما تسب، ربما تشتم، ربما تضرب، ربما تسجن، ربما تعذب، ربما تجر على الأرض، ربما تجلد، ربما يسلب مالك، ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك، لكن اصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. طيب صار الإنسان داعية، الداعي شنو يحتاج إليه؟ يحتاج يكون خلوق. صار موحد وبر والديه،
صار عابد أدى الصلوات والأركان والعبادات، صار داعي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس. يحتاج هذا الداعية إلى شيء مهم. شنو يحتاج؟ يحتاج الأخلاق. تبي تنشر دينك بين الناس؟ تبي تنشر دعوتك بين الناس؟ خليك متواضع، لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك، لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر، كأنك شايف نفسك، كأنك مغرور. تواضع للفقير، للمسكين، للسائل، للمحتاج. لا تنهر، لا تغلط في الحديث. كن مؤدبا مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط، كل اللي سويته يروح عليك. كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر، كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله، لأنه مختال، لأنه فخور، لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح، لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله. يمكن تسأله ولا يجيبك حتى. الناس ما تحب هذا. الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع. ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولهذا علم لقمان الحكيم ابنه ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني كبرا وغرورا وبطرا. تصعر هذا مرض كان يصيب الإبل فتلوي أعناقها، يعني الأصل مثل الإبل اللي يصيبها هذا المرض، فكانت تلوي أعناقها، ما تمشي سيدة، تمشي وأعناقها تلتوي، مثل بعض الناس اللي يمشي وما يطالع اللي يمينه، ما يطالع الناس اللي تنادي أو تكلمه، يلف عنهم متكبرا مختالا فخورا. لا تكن هكذا مثل هذا الإنسان. ثم قال له إذا مشيت باعتدال، لا تمشي متهاونا ميتا متماوتا كأنك يعني الخاشع اللي تسوي نفسك متنسك، ولا تمشي تركض، لا، خليك معتدل. كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي كأنه يتحدر من صبب، كان يمشي صلى الله عليه وسلم باعتدال، لا يتماوت كما يتظاهر بعض المتنسكين، لا، اقصد في مشيك. وإذا تكلمت لا ترفع صوتك، ترى كن متوسطا بالصوت أفضل. بعض الناس صخاب في الأسواق، يرفع صوته يصارخ في كل مجلس، وكلما جلس مجلس يتكلم بصوت مرتفع، الناس تضحك عليه. كن مؤدبا محترما، وصوتك معتدلا، ومشيك معتدلا. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أي أن هذا الحيوان مكروه ومبغوض. وإذا نهق الحمار نستعيذ بالله من الشيطان، لأنه رأى شيطانا هذا الحمار. وشبه لقمان الحكيم هذا الصوت بهذا الحيوان لأنه مبغوض، لأنه مكروه. فلا ترفع نفسك تكون صخابا في الأسواق. إذا جلست مجلس تكلم باعتدال. طبعا هذا يختلف عن خطيب المنبر أو منادي الجيش أو الإنسان الذي ينادي بالمؤمنين كالأذان أو غيره. لا، ما نتكلم عن هذه الحالات الاستثنائية، لكن في المجالس العامة العادية وفي الأسواق وفي جلسات الإنسان مع إخوانه وأصحابه لا ترفع صوتك زيادة عن اللازم. ومشيك كن معتدلا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لقمان الحكيم من فتح الكتب وقرأ حكمه، حكم كثيرة تترى في الكتب منثورة في المجلدات. حكم من؟ لقمان الحكيم. إنسان عادي بسيط، كان مملوكا، عمله عمل الإنسان البسيط جدا، يعيش في السودان، بين السودان ومصر. هذا الرجل كان من أعظم الناس علما وحكمة وإن لم يكن نبيا. نسأل الله لنا وله الرحمة، وأن يجمعنا به في الجنة فنسمع بعض حكمه وبعض آدابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا قصة أخرى أيضا، قصة مشهورة معروفة عند كثير من الناس، لكن أخذها بشيء من التفصيل نعيش أحداثها. قصة قوم كانوا يعيشون في اليمن، وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القحط والمجاعة، ويتقاتل الناس على المياه.
وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ. ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم؟ اسمعوا إلى قصة قوم سبأ. ليش سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ، وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب، أول من اتخذ طريقة السبي هم، وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ. لا يهمنا أصل الاسم، ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم. قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه، فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة، امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس. ذهبوا إليها يتحاكمون إليها، أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني، أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني، ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح. قالوا بل سنطيعك، مرينا بأمر نأتمر به، قول إيش رأيك. فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا، فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر، يحجز الماء، ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات توزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق. ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا، وإذا بالناس يتشاركون في بنائه. ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار، لأن الماء موجود طول السنة. الآن طول السنة الماء لا ينقص، الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة، فإذا بالخيرات تزيد، وإذا بالمزارع تقوم، وإذا بالأشجار تنبت، وإذا بالثمار، وإذا بالخيرات. فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان، ثراء وغنى وأموال وخيرات، بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات. بل كانت المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات، ما تفعل. ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها، تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار، بس تمشي تحت الأشجار، تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل وتخرج. يا الله، أي خيرات تتساقط على الأرض! ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة، وما من محصول يفسد جزء منه، كل المحاصيل فيها جزء يفسد، إلا قوم سبأ أبدا، بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثراء. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا. كل الأمم تتكلم عن سبأ. جنتان عن يمين وشمال، جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال، تنظر من ها هنا جنة وتنظر من ها هنا جنة، يعني في كل مكان. تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات، لا ترى إلا الثمار. ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا، تمشي وتأكل من أي مكان شئت. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. ليس هذا فقط، كانوا إذا أرادوا السفر إلى الشام، إلى جهة الشمال، أو إلى جهة مكة، إلى جهة المشرق، إلى جهة أي مكان يريدون أن يسافروا إليه، ما كانوا يحتاجون لا زادا ولا يحتاجون إلى رفقة تؤمنهم. ليش؟ كان كل الطريق قرى. تخيلوا السفر كله قرى، كل ناس. ليش؟ لأن القرى أصلا لا تتجمع إلا في مواطن الماء والثمار والزروع. عادة الناس ما تبنى قرية إلا إذا كانت في خير، ماء، في زرع، في شيء يجتمعون حوله. طيب إذا كانت سبأ وما حولها كلها زروع وكلها ثمار وكلها خيرات، الناس في أي مكان يجلسون، الواحد يحط بيته في أي مكان. إذن المسافر ما كان يخاف، لأن البلد كلها ناس، أمن
وخير. وطبعا الناس ليش يتقاتلون؟ لأجل الخير. الخير موجود، فما كان أحد يقتل أحدا، أمن انتشر في كل البلاد. شيء الثاني، ما كان أحد إذا سافر يحمل زاد، ما حد فيهم يشيل زاد وياه، يمشون ويأكلون. أي مكان يريد الطعام موجود، يريد الماء موجود. تخيلوا أي خيرات تلك. حتى اليوم يمكن ما في مثل هذا. حتى قالوا أن الواحد يسير 4 شهور لا يخاف أحدا ولا شيئا ولا يحمل معه أي زاد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. قيل القرى التي باركنا فيها يعني الشام، يعني من سبأ في اليمن إلى الشام كل كان خير. يعني ببركة سبأ صار الخير والقرى المتناثرة والناس متوزعين من اليمن إلى الشام. تخيلوا 4 شهور يسافر الواحد لا يحتاج زاد ولا يخاف أحد. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يا الله، أي نعمة تلك! بلدة طيبة ورب غفور. ماذا طلب الله منهم؟ ماكو شيء، ما طلب الله منهم شيء، بس قال لهم كلوا واشربوا وتمتعوا، استانسوا، سووا كل شيء، لكن اشكروا ربكم، اشكروا لله، اعبدوا الله جل وعلا. مو مطلوب منكم شيء، مو مطلوب منكم تذبحون نفسكم، مو مطلوب منكم أنكم ما تأكلون ولا تشربون، لا، كلوا واشربوا وتمتعوا هنيئا لكم، لكن بشرط واحد، اشكروا لله جل وعلا. هل شكروا لله جل وعلا؟ تدرون ايش سووا؟ ملوا النعمة. في إنسان يمل النعمة، أعوذ بالله، والله هذا هو العمى. إن الإنسان من شدة النعم ومن كثرة النعم يمل من كثرة الصحة، يمل من كثرة الأكل، يمل من كثرة الأموال. بس فلوس خلاص، من كثرة أمواله ينسى شكر ربه. بل تدرون ايش سووا قوم سبأ؟ من ظلمهم وطغيانهم وفجورهم رفعوا أياديهم إلى السماء فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ملينا، نسافر ما في مشقة، نسافر ما في تعب، نسافر ما في جوع، ما في خوف، يا رب باعد بين أسفارنا، خلنا نتعب شوية. هذا ما يسمى كفر النعمة. ليش تكفر نعمة الله جل وعلا؟ اشكر ربك، لئن شكرتم لأزيدنكم. لو الإنسان أو الأمم هذه والأغنياء والأثرياء والمجتمعات التي فيها طعام وشراب وأمن لو شكرت ربها لزادها الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن للأسف الذنوب تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ذلك قال الله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ازداد عندهم الظلم، ازداد عندهم الفجور، ازداد عندهم الطغيان، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، وأخذ يدعون ربهم ربنا كما دعا قوم قريش، قالوا أنزل علينا حجارة من السماء. هكذا دعا قوم قريش، وهكذا دعا قوم عاد وهود، هكذا دعا قوم صالح. كل الأمم التي أهلكها الرب دعت على أنفسها. قوم سبأ دعوا على أنفسهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم وأعرضوا عن الله جل وعلا. تعرف الله ايش سوى فيهم؟ أرسل في السد فأر، جرذ، الجرذان بدأت تنخر في السد، فلما اكتشفوا بعضها ينخر في السد حاولوا قتلها، قاعدين يحاولون يقتلون الفئران، كلما رأوا فأرة قتلوها، لكن الفأر أكثر مما يقتلون، وبدأت تدخل الفأر إلى داخل السدود وتنخر فيها. وهذا السد العظيم ما يدرون أن الفأر ينخره من الداخل. لم يرسل الله إليهم ملكا من السماء ولا جيشا عرمرم ولا حيوانات عظيمة مفترسة، لا، أرسل إليهم حيوانا حقيرا علشان يعلمهم حتى يؤدبهم الرب عز وجل. الفأر هذا مستواكم، لأنكم أعرضتم عن الله. كل هذا الخير
وتدعون على نفسكم وتعرضون عن الله ولا تشكرونه؟ أي كفر للنعمة هذه؟ ومستانسين ويأكلون ويشربون ويعرضون عن الله، لا شكر ولا عبادة، والفأر ينخر والفأر ينخر والفأر ينخر. فجأة فإذا بهذا السد العظيم ينهار. تخيلوا السد داخله ماكو شيء، أجوف فقط مظهر خارجي، وإذا به والماء ممتلئ. فجأة ينهار السد كله، والسيل بدأ يجتاح القرية كلها، قوم سبأ والناس تصرخ، وهذا يهرب وهذا يغرق. أرأيتم طوفان التسونامي الذي حدث قبل فترة؟ كيف أمر الله البحر أن يهيج قليلا؟ ماذا حصل في الناس؟ كم أمة بادت، كم ألف من البشر قتلوا. منظر رهيب، جندي الماء يأتي على الناس والسد ينهار والماء يفور، وإذا به يغمر البيوت والناس تموت، وهذا يصيح وهذا يهرب وإذا بالزروع كلها تهلك. فما إن هدأ الماء وجف إلا رأوا خيراتهم ومزارعهم قد هلكت كلها. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط. قالوا الأراك وثمرة البرير يعني ما فيها شيء، ما تؤكل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سدر فيه ثمر بسيط جدا يطلع مرة بالسنة وما يؤكل كثيرا يعني، ولا يشبع ولا يغني من جوع، وكل شوك. ذلك جزيناهم. لما يا رب؟ لما بعد هذا النعيم تحول إلى نقمة؟ كل هذا الخير راح فجأة بلمح البصر. لما يا رب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا، بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ مو بس كذي، مزقهم الرب عز وجل لأنهم هربوا، خلاص صار في مجاعة في سبأ، كل واحد أخذ عياله اللي نجوا منهم وهل الذين بقي منهم وخرجوا في الأرض يجوبون. كل واحد راح هاجر، هذا في الشمال، هذا في الجنوب، هذا في المشرق، هذا في المغرب. وين قوم سبأ الذين كان الناس يأتون إليهم لخيراتهم؟ وين اللي كان يخرج في السفر ما يحتاج إلى طعام ولا زاد؟ اليوم يموتون في الطريق. اليوم يهاجر الأب مع أبنائه لا يدري إلى أين يذهب، أي أرض تؤويه، وإذا بالأمم كلها تتحدث عنهم إلى اليوم. حتى كفار قريش والسورة تنزل عليهم يعرفون من قوم سبأ، يعرفون شنو الله عز وجل فعل فيهم، لكن أين المعتبر؟ تذكرون لما دعوا على أنفسهم، لما قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، شنو النتيجة؟ فجعلناهم أحاديث، ما بقي منهم إلا الناس تتكلم عنهم. تذكرون قوم سبأ؟ تذكرون الأمة القوية التي أغناها الله؟ شنو صار فيها الآن؟ فلان اشتغل أجير عند الناس، وفلان مات أولاده جوعا، وفلان مسكين الآن يتسول من يعطيه مالا، وفلان مات أولادها، وفلان لم يبق له أب ولا أم. وجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الذي ينعم الله عليه ويصبر على طاعة الله ويشكر الله، هذا الذي يستفيد من هذه القصة. أغلب الناس اليوم للأسف شوف حالهم، كل ما تزيد النعم يزيد الظلم، يزيد البطر، تزيد الذنوب والمعاصي. ما يدرون إن قوم سبأ ليسوا عنهم ببعيد، ما يدرون. إبليس كان يظن أنه سيغويهم، وفعلا صدق ما كان يظنه إبليس فيهم.
كان يخطط أن يغويهم، وفعلا صدق ظن إبليس أغواهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. طبعا ليست كل القرية، كان في فئة مؤمنة لكن القلة، الغالبية كانوا ظالمين. فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هؤلاء هم قوم سبأ، أمة من الأمم بادت، أمة صار الناس إلى اليوم يتذكرونهم ويتحدثون عنهم. مزقهم الله كل ممزق. بعد ما كانوا أغنى الناس صاروا يتوسلون الناس فيطعمهم هذا ويعطيهم ذاك. بعد أن دعوا على أنفسهم ربنا باعد بين أسفارنا، مزقهم الله كل ممزق. صاروا يتسولون الناس من يطعمهم ومن يسقيهم. قال أحد القائلين: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم من بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليهم أطم. صلوب الجحيم وفاة النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. كم من أمة مثل هذه، كم من أمة كانت قائمة، كم من إمبراطوريات اليوم شعبها يسومون سوء العذاب. اليوم الناس يتوسلون الأمم، يريدون الطعام والشراب ولا يجدونه. كم وكم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قوم سبأ عبرة لمن أراد أن يعتبر. معنا قصة أخرى، قصة تسمى أصحاب القرية. قصة جميلة ذكرها الرب عز وجل بالقرآن وفصل فيها، وهذه في سورة ياسين. هذه السورة التي يحفظها كثير من الناس ويمرون عليها. اسمع إلى هذه القصة التي حدثت لقرية من القرى فيها. قرية من القرى يقص الله عز وجل علينا خبرها. يقول الله لنبينا: اضرب لكفار قريش هذا المثل. اضرب لي صفوان بن أمية قبل أن يسلم، ولأبي بن خلف، ولأبي لهب، ولأبي جهل، ولكفار قريش وصناديدها. اضرب لهم هذا المثل، تلك القرية وماذا حصل فيها وماذا حدث معها. من أصحاب هذه القرية وما الذي حدث لهم؟ قرية من القرى الله أعلم أين مكانها. قال بعضهم إنها أنطاكيا، وقال بعضهم غيرها، العلم عند الله. أرسل الله عز وجل إليهم رسل، وكلما جاءهم رسول كذبوه وكفروا به، حتى أرسل الله عز وجل إليهم 2 مرة واحدة، رسولين. وهذا يحصل في الأمم السابقة، أن أكثر من رسول في قرية واحدة وفي أمة واحدة وفي بلد واحد، هذا يحصل. أرسل الله لبني إسرائيل ألوف من الرسل. هذه القرية أرسل الله إليهم 2 من الرسل يتعاونون عليهم، لكن مع هذا كذبوهما. فأرسل الله عز وجل 3 رسل إلى قرية واحدة. شوف تخيلوا. ومع هذا انظر ماذا رد الناس على هؤلاء الرسل. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2
رسولين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. 3 رسل من الله جل وعلا إلى هذه القرية فقط. شوفوا تخيلوا قرية واحدة و3 رسل. شردت القرية على هؤلاء الرسل. شوفوا الظلم، شوفوا العناد، شوفوا الكبر. رسول واحد كافي ترى. مع هذا أرسل الله لهم 3 عشان ما يكون عندهم حجة. ومع هذا ماذا ردوا على الرسل؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. سبحان الله. ماذا تريدون؟ تريدون ملائكة ينزلون عليكم؟ من أنتم عشان ينزلون عليكم ملائكة؟ ما أنزل الله ملائكة، رسل. كل الرسل التي أرسلها الله رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. معنى أنتم يعني الله يرسل لكم ملائكة؟ لكن المعاند الكافر اللي ما يبي يؤمن يدور لا يعذر. شنو عذرهم؟ قالوا أنتم حالكم حالنا، إيش حق نؤمن فيكم؟ إيش حق تصيرون علينا رسل؟ أنتم بشر مثلنا، ليش نؤمن فيكم؟ وليش نتبعكم؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. ثم ردوا عليهم وأكملوا تكذيبهم فقالوا وما أنزل الرحمن من شيء. لا، الله الرحمن لا أنزل كتب ولا أرسلكم إلينا ولا أوحى إليكم. كل هذا كذب في كذب، إن أنتم إلا تكذبون. شوفوا العناد وشوفوا الكفر وشوفوا قلة الأدب مع الأنبياء والرسل. فرد الرسل عليهم وقالوا لهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. يعني إحنا ما يهمنا أنتوا آمنتم ولا ما آمنتم، إحنا أهم شيء ويكفينا أن الله هو الذي يعلم هذا. يكفينا أن الله هو الذي أرسلنا إليكم. يكفينا أن الله عز وجل يعلم عنا أننا إليكم مرسلون. هذا يكفينا ترى، ما يهمنا أنتوا آمنتوا ولا ما آمنتوا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا. شوف أدب الأنبياء. وما علينا إلا البلاغ المبين. إحنا ما لنا علاقة، الهداية عند الله. إحنا نبلغكم أبلغ وأبين بلاغ، أما الهداية إحنا ما لنا شغل. إحنا بس علينا نبلغكم بلاغ مبين. إيش رد عليهم الناس؟ شوفوا قلة الأدب الآن. شوفوا الآن التجرؤ على الأنبياء والرسل. تدرون إيش قالوا لهم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم. حنا تشاءمنا منكم، أنت وناس مشؤومين. شوف يتطيرون بمن؟ يتشاءمون في من؟ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقولوا أنتم من أول ما جيتونا حنا متشائمين منكم، كل شيء سويتوه حرام، كل شيء سويتوه ممنوع، نفرتوا الناس عنا، منعتوا الناس من أن يأتونا. إنا تطيرنا بكم. قالوا إنا تطيرنا بكم. ثم انتقلوا إلى المرتبة الثالثة. أول شيء تكذيب، الشيء الثاني استهزاء واحتقار، احنا متشائمين فيكم. الشيء المرتبة الثالثة تبدأ مرتبة التهديد. طبيعة كل الأعداء أعداء الرسل. المرتبة الثالثة وصلوا الآن إلى التهديد. قالوا شوفوا، إذا ما تقفون عن هذه الدعوة وما توقفون رسالتكم ترى راح نضعكم في مكان ونرميكم بالحجارة حتى الموت، نرجمكم. ومن أشد أنواع القتل رميا بالحجارة، أو ليمسنكم منا عذاب أليم، أو نعذبكم حتى تتركوا هذه الدعوة. اختاروا اللي تبون، إما تسكتون تقفون عن الدعوة، أو نرميكم بالحجارة حتى الموت، أو نعذبكم عذابا شديدا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. رد الأنبياء والرسل عليهم، شوف رد المنطق والعقل والحكمة. قالوا لهم ترى إذا صابكم شيء مو إحنا السبب، الشؤم مو منا، ترى العيب مو فينا، العيب فيكم أنتوا الكفار المسرفين، أنتوا اللي عصيتوا رب العزة. إذا أصابكم عذاب ونزل عليكم بلاء وأهلككم الله عز وجل ترى مو بسبتنا إحنا، ترى طائركم معكم، يعني أنتوا العمل السيء معاكم بما كسبت أيديكم، بفعلكم السيء ينزل العذاب، مو فينا إحنا. قالوا
طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. سمع بهذا الخبر منه رجل كان قد آمن بأولئك الرسل، رجل اسمه حبيب النجار. حبيب النجار رجل مريض مصاب بالجذام، يعني مسكين بروحه مبتلى، مع أنه مؤمن، مع أنه رجل صالح، مع أنه عابد، مع أنه آمن بالرسل، مع هذا كان مبتلى بالمرض، مريض بالجذام وفي بيته. وين بيته؟ بيته آخر مكان في القرية، آخر مكان في القرية ساكن فيه حبيب النجار. حبيب النجار هذا الرجل الصالح سمع بالخبر، وصل الكلام أن الرسل 3 جو حق قريته، لكن القرية كفروا بهؤلاء الرسل ولم يؤمنوا بهم. تدرون ايش سوى هذا الرجل المسكين العابد الصالح الذي كما يقال أنه مريض أصلا؟ أخذ يركض مو يمشي، وما عنده مركب، ما عنده دابة، ما عنده شيء يركب عليه، أخذ يركض بنفسه وهو أبعد مكان في القرية، أخذ يركض. ليش؟ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أول ما وصل إليهم أخذ يدعوهم إلى الله جل وعلا، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ترى لا يبون منكم فلوس، ولا يبون تحطون لهم منصب، ولا يبون الملك، ولا يبون الحكم، ما يبون شيء، ترى يبون بس هدايتكم، يبون أنكم تؤمنون بالله جل وعلا. شوفوني أنا أول ما سمعت بالأنبياء والرسل على طول آمنت. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. شفتوا الأصنام اللي تعبدونها؟ والله لا راح تنفعني ولن تضرني بشيء ولن تكون شفيعا لي عند الله يوم القيامة. ولو فعلت هذا الذي تفعلونه إني إذا لفي ضلال مبين. شوفوا الداعي الحكيم، رجل عابد صالح لكن ما يرضى بالكفر. ثم قال لهم يا قوم إني آمنت بربكم فاسمعون، اسمعوا كلامي، اسمعوا دعوتي، اسمعوا حديثي. ترى آمنت بالله رب العالمين وآمنت بالرسل. تعرفون ايش سووا فيه؟ قالوا أنهم مسكوه وأخذوا يطؤونه بأرجلهم على جسده، يدوسون عليه، سقط على الأرض ويضربونه ويدوسون عليه بأرجلهم. وقيل أنهم حفروا له حفرة وأخذوا يرمونه بالحجارة. يرمون من؟ ذلك العبد الصالح، وهم يضربونه ويرمونه بالحجارة ويقتلونه. تدرون ايش قاعد يسوي؟ رافع يده إلى السماء وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي وأصلح قومي، اللهم أدخل الهداية إليهم، اللهم اشرح صدورهم. وهو يقول إني آمنت بربكم وهو يقتل فاسمعون. اسمعوا كلامي، اسمعوا دعوتي. قتل الرجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. أدخل إلى الجنة، أدخلت روحه إلى الجنة. فلما دخل وشاف النعيم وشاف الأنهار والثمار، شاف مآله ومصيره بعد أن آمن بالله، تذكر من؟ تذكر قومه الذين قتلوه، قومه الذين عذبوه، قومه الذين آذوه، لكنه لا زال يرأف عليهم، لا زال يتمنى لهم الهداية، لا زال يتمنى أنهم يروا مصيره فيؤمنوا بما آمن به. فأخذ يقول قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قلبه على الناس اللي ذبحوا. سبحان الله، أي داعية هذا الرجل. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
الآن مات الرجل، لكن السؤال: ماذا سيصنع الله عز وجل بهذه القرية الظالمة الكافرة الفاجرة؟ كفرت بالرسل وقتلت هذا العبد الصالح الذي دعاهم إلى الله جل وعلا. هل سيرسل الله عليهم جندا من السماء ملائكة؟ لا، ما يستاهلون. هل سيقيم الله عز وجل الأرض ولا يقعدها عليهم؟ لا، مو كفو هذيل. طيب شلون الحل وياهم؟ جبريل، يا جبريل صح عليهم صيحة واحدة بس. هذيل أقل وأهون وأحقر من أن نرسل إليهم جنودا من السماء مجندة. لا لا لا، جبريل بس بنفسه وش يسوي؟ بس يصير صيحة واحدة وشوف إيش راح يصير فيهم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. شنو الحل؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. خلعت الأفئدة عن الأجساد، صعقهم جبريل بصيحة واحدة صعقة فلم يبق منهم حيا واحدا. أين الشيوخ؟ أين النساء؟ أين الرجال؟ أين الشباب؟ أين الأطفال؟ أين الحياة في هذه القرية؟ لم يبق فيهم حيا واحدا، صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا الله ما أشد هذه الصيحة، يا الله ما أعظم هذه الصيحة التي قطعت قلوبهم وخلعتها من أجسادهم. أي صيحة هذه التي لا يستطيعون أن يحتموا بها ولو بأصابعهم ولو بأيديهم ولو بدفن رؤوسهم في الرمال. صيحة خلعتهم جميعا وقتلتهم ولم تبق منهم حيا واحدا. ثم لما أهلكهم الرب عز وجل يقول الله فيهم: يا حسرة على العباد. اي والله يا حسرة عليهم، لو آمنوا ما صار فيهم شيء، لو آمنوا لسعدوا في الدنيا والآخرة، لكن يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هم وغيرهم من الأمم الذين جاءهم الرسل فاستهزأوا بهم فأهلكهم الرب عز وجل. شنو الحل؟ نطيع الرسول. شنو الحل؟ نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءنا بالأمر أي شيء يأمرنا به نستجيب له، وأي شيء ينهانا عنه ننتهي عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأن نطيعه ونطيع نبيه فيما أمر. لا نعصي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا نعصي قبله ربنا جل وعلا أبدا. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. عبرة بهذه القصة لقرية عصت الرسل كيف أهلكها الرب عز وجل. أين الدعاة؟ أين المصلحون؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ وإن قتلوا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أين الذين يركضون ويسعون في مصلحة الناس في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ أين الذين يسعون في الأرض إصلاحا ونهيا عن الفساد؟ أين هم؟ كما فعل هذا العبد الصالح، حتى وإن قتل بعد قتله يرأف لحال قومه: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أسأل الله أن ينفعنا بهذه القصة وما فيها من العبر.